ويشفي كل مرضى المسلمين يا رب العالمين. بدعو الكل أن يتابعنا في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة، وبقول الحلقة دي والفقرة دي حجة علينا أمام ربنا يوم القيامة، حجة على كل مقصر، على كل إنسان منا، وإحنا كلنا مقصرين بلا استثناء. حجة علينا يوم القيامة. اللي مش عايز الحلقة دي تبقى حجة عليه ما يشوفناش، اللي مش عايز اللقاء ده يبقى حجة عليه يوم القيامة ما يتابعناش، ولكن هتهرب مننا وهتروح لمكان تاني. طب آخرتها اسمع مني واسمع من أحمد، وشوف أحمد المعجزة، الآية الربانية اللي بيتتحقق الآية وبيتأكد معنى الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من يحاولون إحراق القرآن، من يحاولون إحراق صفحات القرآن، هل يستطيعون على نزع القرآن من قلوب المسلمين؟ هل يستطيعون على إحراق القرآن من قلوب هذه الآيات اللي بنراها يوما بعد يوم وتظهر لنا للملأ كله وللدنيا كلها، من أجل أن أقول مرة أخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أحمد مسلم من ذوي الاحتياجات الخاصة. أحمد لا يعرف شيء غير القرآن الكريم. لو سألناه عن أي شيء آخر غير القرآن لن يجيب علينا، مش هيجيب علينا ولا هيرد علينا ولا هيقول لنا أي حاجة. أحمد يحفظ القرآن الكريم كاملا. أحمد يحفظ القرآن برقم الآيات، برقم الصفحات، برقم الجزء، برقم الأرباع، برقم الحزب، بالقرآن الكريم باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. أيضا يعرف أحكام التجويد، أيضا المتشابهات في القرآن الكريم. أشياء مش عايز أقول كلام كتير، ولكن هنتعرف على أحمد ونسمع من أحمد. وبدعو الكل أن يتواصل معنا الآن من أجل أن احنا نتداخل ونسأل أحمد علشان نتأكد ونفوق، ويبقى أحمد حجة علينا من أجل أن احنا نعود لكتاب ربنا، نعود إلى المصحف، نعود إلى كلام الله سبحانه وتعالى. في البداية بقول لك يا أحمد أهلا بيك. أهلا وسهلا بك أستاذ ملهم أخي الحبيب. أهلا بيك يا أحمد، كل عام وأنت بخير. أنت بخير والحمد لله. كويس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يلا نبدأ مع القرآن مباشرة. جاهز. طيب بسم الله بسم الله. هنمسك المصحف مع بعض ونسأل أحمد أي آية هنسألها. يا رب ربنا يوفق أحمد ويذكر أحمد يا رب، اللهم أمين. هيقول لنا الآية دي فين ورقمها إيه وترتيب السورة إيه وأول السورة ونهاية السورة إيه. هنشوف مع بعض. هنبدأ كده من البداية إن شاء رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. رقم الآية 21 سورة البقرة، رقم السورة 2، وعدد ونزلت في المدينة المنورة ولها 286. رقم الصفحة 4. الله والجزء الأول والحزب الأول. طيب أعدت للكافرين. أعدت للكافرين في البقرة 2 وآل عمران 3. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. 24. جميل. والسورة مكية ولا مدنية؟ مدنية. سورة إيه؟ البقرة. الجزء الكام؟ الأول والحزب الأول. طيب قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 32 31 و32 سورة البقرة الصفحة 6. جميل. طيب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، رقم الصفحة كام؟ 16. الله أكبر. واتبعوا ما تتلو الشياطين جميل. على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. 102 البقرة. والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشاها، سورة إيه؟ الشمس. الله أكبر. 91. الله أكبر. والليل إذا. رقم الصفحة كام؟ 593. الله أكبر. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. أول السورة إيه؟ والشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. طيب جميل جميل ما شاء الله عليك. السورة مكية. سورة الشمس الجزء 30 والحزب 60. ما شاء الله عليك يا أحمد. 5 و6 كام يا أحمد؟ 5 زائد 6 بيساوي كام؟ 13 سنة. يعني انتوا واضح اهوت من سؤال مشاهدينا الكرام. بقول لحضراتكم زي ما قلت، هو ما يعرفش اي حاجة في القرآن الكريم، اسأله زي ما قلت مش هيعرف، هيروح ويجي وفي النهاية يقول لك انا عندي 13 سنة. على العموم هنستقبل اتصالات يا احمد ونرحب بمشاهدينا الكرام، ولسه هنسأل وهنتكلم وهندخل في المتشابهات وندخل في احكام التجويد ونسمع احمد وهو بيقرأ القرآن باللغة الانجليزية وباللغة الفرنسية، حاجات كتيرة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في الوقت يا رب العالمين. معانا اتصال الاستاذ محمود، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ ملهم؟ اهلا بيك، اتفضل. الله يكرمك يا استاذ محمود. سلام حضرتك. طيب وحشتنا والله. ربنا يبارك فيك، اتفضل. يعني صراحه يعني ببارك للاخ احمد يعني، وجزاه كل خير على حفظان القران. يعني دي معجزه المفروض نحفظها في ايامنا هذا يا استاذ ملهم. صحيح صحيح. واخد بال حضرتك؟ لا انت واخد بالك يا استاذ محمود لما بتساله في حاجه غير القران ما يعرفش طبعا، وقاعد تجيبه من القران من بدايه البقره وتروح في النهايه خالص تجيب له يعني ايه في جزء من سوره. انا مع حضرتك صراحه يعني دي معجزه انت جبتها لنا، واحنا متعودين على الحاجه الحلوه اللي دايما بتقدمها لنا. ربنا يبارك فيك. اساله سؤال يا استاذ محمود. اساله سؤال. طيب يا استاذ احمد. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله كويس. امورني يا باشا. امورني يا محمود. انا هسأل حضرتك سؤال. نعم. 5 في 5 بكام يا اخي؟ الايه؟ 5 في 5 بكام؟ تمام. 13. طيب اساله سؤال في القران يا استاذ محمود. اساله سؤال في القرآن. انت بتهيألي الصوره واضحه ليك. حاضر. اسال يلا سؤال. بسم الله. امرك يا فندي. يا استاذ احمد. ايوه. طيب هي امرني. سورة قل هو الله احد في الاخر ولا في النص يا استاذ احمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نزلت مكية ولا مدنية؟ مكية. جزاك الله. نزلت في مكة المكرمة. سورة الإخلاص رقم السورة 112 نزلت في مكة المكرمة. رقم الصفحة 604. جميل. اللهم صل على النبي. جميل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي. عليه الصلاة. شكرا جزيلا. جزاك الله خير يا استاذ ملهم، ربنا دايما يكرمك. متعودين على الخير اللي انت بتجيبه لنا يا استاذ شكرا ملهم. يا أستاذ محمود، ربنا يبارك فيك يا رب. شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو حمزة أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ ملهم. ربنا يبارك فيك. اتفضل يا أبو حمزة، ربنا يكرمك. الله يرضى عليك يا أستاذ ملهم، الله يبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك في أهلك ومالك، آمين. وأن يرفع قدرك ويعلي شأنك، وأن آمين. يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتك يا رب اللهم آمين. لقد رأيت أخونا أحمد قبل ذلك، ووالله أنا منذ أن بدأت الحلقة وأنا أتذكر قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذا من أولياء الله. وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما نعم ويضع به آخرين. وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فهذا هو القرآن الذي أعلى شأن أهله، لأن لله أهلين، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نعم. أسأل الله أن يبارك فيك. ممكن أسأل أخونا اسأل. أحمد سؤال؟ اتفضل أبو حمزة. كيف حالك يا أخ؟ اسألني أبا حمزة. الله عليك. جزاك الله خيرا ما شاء الله، والله شرف لي أن تذكر اسمي. الله يكرمك. يعني أسألك من قول الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اتفضل. أي سورة؟ 125 سورة طه. اسمع تاني يا أحمد. اسمع الإجابة أبو حمزة. اتفضل. سأسألك الإجابة يا أبا حمزة. أبا حمزة. اتفضل. الآية 25 سورة طه، ترتيبها رقم السورة 20، نزلت في المدينة المنورة، ولها 125 آية. الحزب 16، الحزب 32، ربع وعنت الوجوه للحي القيوم. الله. أول الصفحة: فتعالى الله الملك الحق. وسط الصفحة: فوسوس إليه الشيطان. آخر الصفحة: ونحشره يوم القيامة قال رب لم حشرتني أعمى. دي آخر الصفحة. هذا جزاء من أعرض عن الله. جزاك جميل. الله خيرا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جميل. قولها لي باللغة الإنجليزية يا أحمد. الله أكبر. And the Christian point, I could say no cricket. The Christian function of the Christian account and goes to day of Christian background. وبالفرنسية. أستاذ ملهم. نعم. ممكن يدعو لنا؟ إن شاء الله بإذن الله في النهاية. إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك. يعني يفهم يعني نعم. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. شكرا ممكن أرجع جزيلا. للكنترول؟ نعم. أرجع للكنترول بس. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. ومن أعرض عن ذكر قولها لنا باللغة الفرنسية يا أحمد. يعني شو أحمد ما شاء الله في القرآن لو قلنا له لو قلع القميص ما يعرفش يلبسه تاني. خدوا بالكم، تسأله في شيء غير القرآن الكريم لن يجيب عليك وما يعرفش أنت بتقول له إيه، ولكن هات له في القرآن فربنا يوفق ونستقبل اتصالات حضراتكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب قول لي. طيب أم خالد أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا أم فارس مش أم خالد. أم فارس عفوا أهلا وسهلا. مش فارقة، ده أم خالد شقيقتي يعني. ربنا يبارك فيك. اتفضلي يعني. أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ أهلا بيك الله يكرمك. عودا حميدا يا أستاذ ملهم مع برنامج الخير والرحمة ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
ما شاء الله عليك، يعني بحيي ابننا الغالي ملك القرآن أحمد مسلم، بارك الله ما فيك. شاء الله. ازيك يا أحمد؟ الله يبارك فيكي أم فارس. يا أم فارس. الله يبارك فيكي الله ويصلح يرضى لك عنك. الحال. رفع الله قدرك يا أم فارس. وقدرك يا حبيبي، ربنا يا يسعدك يا أم رب. فارس. على فكرة يا أستاذ ملهم، نعم. ده الشيخ أحمد ما شاء الله عليه معاه قراءات. صحيح. يعني معلومة يمكن ما أنا قلناها صحيح. والله ما خدتش بالي. صحيح. يلا اسألي يا أم حاجة أم فارس. خلاص خير. بقول يلا لك اسألي بسم الله. بقول لك ايه خد يا بالك هيبقى شيخ اختبار أحمد؟ صعب يا أحمد. الله أمريني. ما يأمرش عليك ظالم يا بابا. يعني أسألك في ورش، ولا أخلينا في اسأليني في القراءات العشر. لا لا لا، اسأليني. أنا مش قدك، أنا هسألك سؤال في ورش، ماشي؟ ماشي. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا لا، إن الله مع الصابرين. أنت بتقرأ ورش، يبقى الراء هنا إيه؟ ورش. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا أحسنت. إن الله مع الصابرين. طب في سورة إيه دي حبيبي؟ السورة 46 سورة الأنفال. رقم السورة 8. الله أكبر. نزلت في المدينة المنورة ما شاء ولها الله. 175. ما شاء الله. أول ما الصفحة شاء الله. ما شاء الله. ما شاء وأطيعوا الله. لا قوة الله إلا ورسوله. وسط الصفحة ومن يتوكل على الله. آخر الصفحة فأخذهم الله بذنوبهم. الجزء 9 والحزب 19. الله اكبر. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله. ما شاء كفايه الله. عليك كده. ما شاء الله. ربنا يوفقك ويزيدك يا استاذ ملهم الصفحة على النماذج الجميله اللي انت بتجيبها لنا. الصفحة 156. واطيعوا الله ورسوله. صفحه كام؟ 183. احسنت. ما شاء الله. 183. جميل جميل. ما شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله. 183. احسنت. جميل ما شاء الله. ما شاء الله عليك. ربنا يزيدك يا ابني يا رب. يا رب اللهم امين يا انا مش رب. عايزه اطول عليك يا استاذ. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. ام عبد الرحمن اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معلش بس أستاذ ملهم، نعم. كنا عايزين نسأل الطريقة اللي اتعلم بيها الأخ أحمد. طيب حاضر يا ام عبد الرحمن. وهل هو بيعرف يصلي ويصوم وعارف الأركان كلها بتاعت الصلاة والصوم حاضر. ويا ريت تقولوا لنا بس الطريقة اللي تلقى بيها. حاضر. يا ريت نتواصل مع ام احمد وتتواصل معنا وتقول لنا الطريقه والتفاصيل كلها لكل الاحباب اللي عايزين يعرفوا يعني اشياء اكثر واكثر. شكرا جزيلا. الاستاذ محمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا نفسي بس ادعي لاخويا احمد اللي معاك دلوقتي. واقول له ربنا يبارك فيك ويحافظ عليك يا رب ويسترك وينصر مصر بامثالك ان شاء الله. يا رب يا رب. والف شكر. انا ما عنديش اسئله ليه. ربنا يحافظ عليه. ده عمي، هو عمي. يلا السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام علاء اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا أستاذ ملهم يا رب ويخليك لنا يا رب ويبارك في هذه القناة المباركة والقائمين عليها. يا رب اللهم آمين. ويبارك في أحمد يا رب وفي اللي زيه. يا رب. يا أستاذ ملهم، هذا الإعجاز من الله سبحانه وتعالى ليثبت به الله سبحانه وتعالى قدرته عز وجل. فالإعجاز عند أحمد أن حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن في قلبه، فهو يعتبر كمبيوتر بشري رباني. فأنا فعلا عندي أولاد عندها ضمور في المخ، وهذا الإعجاز عند أولادي هو إعجاز من الله برضه، حيث يثبت الله سبحانه وتعالى قدرته أنه يقول تعالى يا أعظم دكتور يلي أخذت شهادات العالم كلها وأصلح مركز واحد من ملايين المراكز اللي في المخ، فيثبت عجزه
وأن هذه هي قدرة الله، ولا يوجد لحد الآن علاج للضمور في المخ. وأما بالنسبة للقرآن الكريم وحضرتك بتسألنا، أنا نفسي وطلبت مرة من قناة الرحمة أنهم يستمروا في إذاعة برنامج الكتاب الكبير بتاع الدكتور ان شاء الله سعيد باذن الله، السكندري. ان شاء الله. الله يكرمك، لان انا حافظه والله 23 جزء. طب اسالي يا ام علاء، يا ام علاء اسالي. نعم. حافظه ما شاء الله 23 جزء. اسالي أيوة. احمد في اي سوره، في اي ايه، اساليه كما شئت ان اللهم شاء صل الله. على سيدنا محمد. في سوره مريم مثلا الايه الكريمه في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. تمام. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. جميل. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ما شاء الله. الجزء كام؟ 16. الحزب 31. أول الصفحة: فكلي واشربي وقري عينا. وسط الصفحة: ولم يجعلني جبارا شقيا. آخر الصفحة: وأبصر يوم يأتوننا. ما شاء الله. الآية بارك الله فيك يا أحمد. من 28 إلى 34. إلى 4 اللي أنت قرأتهم إلى 33 إلى 34. هل يوجد إعجاز في بشري يقدر أن يفعل في المخ الإنسان الذي جعله الله سبحانه وتعالى؟ الصفحة ما شاء الله. الصفحة 300. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا يا معلم. 47 ما شاء الله. 40. هو لابد ان هو يجيب كل يعني مسألة الجزء رقم كام والصفحة رقمها كام والآيات رقم كام ورقم الصفحة، فهو لازم يقول كل ده. ما شاء الله. طب معنا اتصال. الصفحة 327. تمام. اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا. ازيك في الملهم؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كل عام وانت بخير. وانت بألف صحة وسعادة. فتح الله على الشيخ احمد. يا رب. اللهم امين. ربنا يجعله كله ميزان حسنات يا رب. يا رب. ينصر به هذه البلد التي كانت في ظلمة. نعم نعم. يا ريت يا شيخنا يسمعنا صوته كده على طول، والله بجد تستضيفه على طول يا شيخنا، الله يكرمك. ان شاء الله. أيوة. باذن الله. الصفحة 200 رقم الصفحة 307. جميل. الآيات اللي كان بيقراها في سورة مريم. تمام. شكرا جزيلا لك. يا ريت بس يسمعنا إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سورة إيه؟ سورة إيه؟ الآية 63 في أواخر سورة الزخرف. الصفحة ترتيبها 45. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. بعد الأستاذ محمد. أهلا وسهلا. الأستاذ أحمد. عفوا. أستاذ أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. تفضل. أهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. أنا صراحة متعجب من رقم الصورة 43. جميل يا أحمد. نسمع الأستاذ أحمد. تفضل. عندي سؤال للأخ أحمد. تفضل تفضل. أبي يقرأ لي من سورة يوسف ولما دخلوا على يوسف.
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. رقم الآية 69 سورة يوسف، الترتيب 13 والجزء 13، الحزب 23. ورقم الصفحة الصفحة 263. لا 241. طيب عدد 243. جميل. عدد سور القرآن 243. عدد سور القرآن 114 سورة. نعرف نقولهم البداية؟ ربع وما أبرئ نفسي. لا عدد سور القرآن، سور القرآن نقولها من البداية خالص. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، يونس، هود، لا. التوبة. الأنعام. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، ياسين، الصافات، صاد، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم، الطور، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، والإنسان، والمرسلات، والنبأ، والنازعات، وعبس، والتكوير، والانفطار، والمطففين، والانشقاق، والبروج، والطارق، والأعلى، والغاشية، والفجر، والبلد، والشمس، والليل، والضحى، والشرح، والتين، والعلق، والقدر، والبينة، والزلزلة، والعاديات، والقارعة، والتكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر، المسد، الإخلاص، الفلق، الناس. هو 114، يبقوا 114 سورة قرآنية. جميل، ما شاء الله ما شاء الله. وقارون وفرعون وهامان. السورة دي سورة ايه؟ الآية دي سورة العنكبوت. رقم الآية 40. رقم الآية كام؟ 39. ما شاء الله. الجزء 20. ورقم الصفحة 401. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. جميل. طب قول لي الجزء الحزب 40. وربع فآمن له لوط. طيب أول الصفحة وقارون وفرعون وهامان. وآخر الصفحة وسط الصفحة لو كانوا يعلمون. وآخر الصفحة ولذكر الله أكبر. جميل. قل الحمد لله. قل الحمد لله وسلام على عباده. ترتيبها 39 مدنية مكية. قل الحمد لله. سورة النمل
تمام. قل الحمد لله وسلام على عباد. الآية 59 والآية 59. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ما شاء الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من الآية 59 للآية 63. ما شاء الله. النمل ترتيبها 27. طيب بسم والجزء 20. الحزب 38. نفسك في ايه يا احمد؟ ماذا تتمنى؟ أتمنى لحفاظ كتاب الله أن يقرأ كتاب الله كاملا حيث قال وأن أرتل القرآن الكريم ورتل القرآن ترتيلا. طيب بسم الله بسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يكرمك يا أحمد. يعني الواحد بيتمنى أنه يقعد معاك أكثر وأكثر، بياخد منك العلو الهمة والنبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله. يا رب يا رب اجعلنا من أهل القرآن. يعني زي ما سمعنا مشاهدينا الكرام وشوفنا أحمد، الوقت مر سريعا سبحان الله. كان في اتصالات كثيرة ولكن ما قدرناش ناخدها كلها لأن محتاجين نتعرف على أحمد المعجزة، الآية الربانية اللي موجودة معنا أكثر وأكثر. من النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صلى الله عليه وسلم. والسلام. أحمد زي ما سمعنا وشفنا يحفظ القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب ما شاء الله. رقم الآيات، رقم الصفحات، رقم الأجزاء، الربع، الحزب، أول الصورة، وسط الصورة، آخر الصورة، والمتشابهات، وعلم القراءات، وباللغة الإنجليزية والفرنسية آية. ما شاء رب العالمين. محتاجين أن يقعد معنا دايما، محتاجين أن احنا نشوفه مرة واثنين وثلاثة. وأنا بدعو كل أب وكل أم لو في نماذج زي أحمد بنفس الموهبة وبنفس المعجزة اللي موجودة معنا، يا ريت يتواصل معنا من أجل أن احنا نظهر هذه المعجزات وهذه الآيات في برنامجنا وبرنامجكم برنامج السهم على شاشة الرحمة، من أجل أنهم يتواجدوا معنا. أي حد عنده موهبة في القرآن الكريم مثل ما نرى أحمد ما شاء رب العالمين، أي حد عنده موهبة كان رجل أمي زي ما شفنا نماذج قبل كده معنا، أمي لا يقرأ ولا يكتب ولكن يحفظ القرآن الكريم وسنه كبير فوق 50 سنة و60 سنة و70 سنة، يا ريت أبنائه يتواصلوا معنا من أجل أن احنا نقول هم دول بالفعل هم الفرسان، دول بالفعل المفترض هم اللي يظهروا على الفضائيات، بالفعل دول
هم المفترض اللي هم يقدموا للناس من أجل إن هم يبقوا آية ويكونوا حجة علينا، ونتأكد يوما بعد يوم بأن الإسلام بخير، وبأن أمة الإسلام بخير وستظل بخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أنا بقول لك في النهاية يا أحمد شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أولا مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إياك يا سندي، أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي بالدموع يدي، بنور وجهك إني عائد وجل، ومن يعز بك لن يشقى إلى الأبد، مهما لقيت من الدنيا وعارضها، فأنت لي شغل عما يرى جسدي، تحلو ضرارة عيش في رضاك، وما أطيل سخطا على عيش، وما أطيل سحقا على عيش من الرغد، من لي سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع، كل الخلائق قل في يد الصمد، أدعوك يا ربي فاغفر زلتي كرما، يا رب يا رب، واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي، وانظر لحالي في خوف وفي طمع، فليرحم العبد بعد الله من أحد. الله عليك يا أحمد، منور يا أحمد، منور، أسعدتنا يا أحمد، وبنسعد بك دائما في قناة الرحمة. شكرا جزيلا. برنامج السهم، شكرا. موضوع حلقتك مع أحمد مسلم، موضوع حلقتك مع أحمد مسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تمام، ده اسمه برنامج السهم، قناة الرحمة. ما شاء الله عليك يا أحمد. موضوع حلقتك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مشاهدينا الكرام، يعني في النهاية بنقول فقرة المتغيبون، يعني ربنا يبارك في أحمد يا رب، اللهم أمين. أعتقد ما فيش تعليق، الرسالة وصل لحضراتكم، فنأتي إلى فقرة المتغيبون اللي بنعرضها دايما في كل لقاء. هنعرض الصورة اللي في البداية، عمرو نادي خليفة. عمرو نادي خليفة عنده 20 سنة، متغيب من يوم الأربعاء الموافق 13/6/2012. من يجد يرجى الاتصال بأرقام التالية: 012 012 254 11631 أو 010 141 38044 أو 0100 57 27953. هو من محافظة بني سويف، مركز بني سويف. مركز بني سويف، قرية بني سليمان. من يجده الاتصال: عمرو نادي خليفة. عمرو نادي خليفة زي ما احنا شايفين الصورة. يعني يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 012 25 411 631 010 141 38044 أو 0100 57 27953. عمرو نادي خليفة، ربنا يرجعه بالسلامة. الثانية اللي معانا ربنا يرجعها بالسلامة يا رب: أسماء رجب السيد، من السيدة زينب. أسماء رجب السيد محمد خضر، السيدة زينب، 3 حارة الجمل. من يجدها عليه الاتصال بالأرقام: 012 25 72 0548 أو 010 130 10413. أسماء رجب السيد محمد خضر، 0122 5720 548 أو 0101 30101413. ربنا يرجعهم بالسلامة. عمرو نادي خليفة، يا ريت مرة أخرى: عمرو نادي خليفة وأسماء رجب السيد محمد خضر، ربنا يرجعهم بالسلامة يا رب العالمين. يا رب يا رب، اللهم أمين. في النهاية مشاهدينا الكرام، بقول لكم دي كانت حلقة افتتاحية لبرنامج السهم بعد شهر رمضان المبارك. بنقول يلا بنرفع الهمم، يلا نتعاون، يلا نشتغل. زي ما بقول برنامج السهم برنامج جعلناه للخير، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من فعل الخير يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في الحلقة القادمة وبداية جولتنا في صعيد مصر، وسنرى المفاجآت وسنرى المآسي والهموم والمشاكل وأشياء عديدة
ستجد. لا أريد أن أتكلم في الحلقة القادمة، ولكن أنا بقول لحضراتكم احرصوا على مشاهدة برنامج السهم، احرصوا على مشاهدة الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى كان الصدوق كان الأمين مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات، مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى كان الصدوق كان الأمين. الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول، وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول. وددت الليلة أن لو استمع إلى هذه الكلمات كل ابن من أبنائنا وكل شاب من شبابنا. حذر شبابنا وأحبابنا من التعجل بإسقاط الحكم بالتكفير بلا علم باللغة ولا بالأصول ولا بالمجمل ولا بالمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. ومن جميل ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: إني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. جميل. طب قول لي الجزء الحزب 40 وربع فآمن له لوط. طيب. أول الصفحة وقارون وفرعون وهامان، وآخر الصفحة وسط الصفحة لو كانوا يعلمون، وآخر الصفحة ولذكر الله أكبر. جميل. قل الحمد لله. قل الحمد لله وسلام على عباده. ترتيبها 39 مدنية مكية. قل الحمد لله. سورة النمل. تمام. قل الحمد لله وسلام على عباد. الآية 59 والآية 59. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ما شاء الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله
قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من الآية 59 للآية 63 ما شاء الله. النمل ترتيبها 27. طيب بسم والجزء 20. الحزب 38. نفسك في ايه يا احمد؟ ماذا تتمنى؟ أتمنى لحفاظ كتاب الله أن يقرأ كتاب الله كاملا، حيث قال وأن أرتل القرآن الكريم، أرتل القرآن ترتيلا. طيب بسم الله بسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يكرمك يا أحمد. يعني الواحد بيتمنى أن يقعد معاك أكثر وأكثر، بياخد منك العلو الهمة والنبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله. يا رب يا رب اجعلنا من أهل القرآن. يعني زي ما سمعنا مشاهدينا الكرام وشفنا أحمد، الوقت مر سريعا سبحان الله. كان في اتصالات كثيرة ولكن ما قدرناش ناخدها كلها، لأن محتاجين نتعرف على أحمد المعجزة، الآية الربانية اللي موجودة معنا أكثر وأكثر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صلى الله عليه وسلم. والسلام. أحمد زي ما سمعنا وشفنا يحفظ القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب ما شاء الله. رقم الآيات، رقم الصفحات، رقم الأجزاء، الربع، الحزب، أول السورة، وسط السورة، آخر السورة، والمتشابهات، وعلم القراءات، وباللغة الإنجليزية والفرنسية آية. ما شاء رب العالمين. محتاجين أن يقعد معنا دايما، محتاجين أن احنا نشوفه مرة واثنين وثلاثة. وأنا بدعو كل أب وكل أم، لو في نماذج زي أحمد بنفس الموهبة وبنفس المعجزة اللي موجودة معنا، يا ريت يتواصل معنا من أجل أن احنا نظهر هذه المعجزات وهذه الآيات في برنامجنا وبرنامجكم، برنامج السهم على شاشة الرحمة، من أجل أنهم يتواجدوا معنا. أي حد عنده موهبة في القرآن الكريم مثل ما نرى أحمد ما شاء رب العالمين، أي حد عنده موهبة، كان رجل أمي زي ما شفنا نماذج قبل كده معنا، أمي لا يقرأ ولا يكتب ولكن يحفظ القرآن الكريم وسنه كبير فوق 50 سنة وال60 سنة وال70 سنة، يا ريت أبنائه يتواصلوا معنا من أجل أن احنا نقول هم دول بالفعل هم الفرسان، دول بالفعل المفترض هم اللي يظهروا على الفضائيات، بالفعل دول هم المفترض اللي هم يقدموا للناس من أجل أن هم يبقوا آية ويكونوا حجة علينا، ونتأكد يوما بعد يوم بأن الإسلام بخير وبأن أمة الإسلام بخير وستظل بخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أنا بقولك في النهاية يا أحمد شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أولا مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إياك يا سندي، أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي بالدموع يدي، بنور وجهك إني عائد وجل، ومن يعز بك لن يشقى إلى الأبد، مهما لقيت من الدنيا وعارضها، فأنت لي شغل عما يرى جسدي، تحلو ضرارة عيش في رضاك، وما أطيل سخطا على عيش، وما أطيل سحقا على عيش من الرغد، من لي سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع، كل الخلائق ظل في يد الصمد، أدعوك يا ربي فاغفر زلتي كرما، يا رب يا رب. واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي،
وانظر لحالي في خوف وفي طمع فليرحم العبد بعد الله من أحد. الله عليك يا أحمد، منور يا أحمد، منور، أسعدتنا يا أحمد، وبنسعد بك دائما في قناة الرحمة. شكرا جزيلا. برنامج السهم. شكرا. موضوع حلقتك مع أحمد مسلم. موضوع حلقتك مع أحمد مسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تمام. ده اسمه برنامج السهم، قناة الرحمة. ما شاء الله عليك يا أحمد. موضوع حلقتك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مشاهدينا الكرام، يعني في النهاية بنقول فقرة المتغيبون، يعني ربنا يبارك في أحمد يا رب، اللهم أمين. أعتقد ما فيش تعليق، الرسالة وصل لحضراتكم، فنأتي إلى فقرة المتغيبون اللي بنعرضها دايما في كل لقاء. هنعرض الصورة اللي في البداية، عمرو نادي خليفة. عمرو نادي خليفة عنده 20 سنة، متغيب من يوم الأربعاء الموافق 13/6/2012. من يجد يرجى الاتصال بأرقام التالية: 012 012 254 11631 أو 010 141 38044 أو 0100 57 27953. هو من محافظة بني سويف، مركز بني سويف. مركز بني سويف، قرية بني سليمان. من يجده الاتصال: عمرو نادي خليفة. عمرو نادي خليفة زي ما احنا شايفين الصورة. يعني يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 012 25 411 631 010 141 38044 أو 0100 57 27 953. عمرو نادي خليفة، ربنا يرجعه بالسلامة. الثانية اللي معانا ربنا يرجعها بالسلامة يا رب، أسماء رجب السيد، من السيدة زينب. أسماء رجب السيد محمد خضر، السيدة زينب، 3 حارة الجمل. من يجدها عليه الاتصال بالأرقام: 012 25 72 0548 أو 010 130 10413. أسماء رجب السيد محمد خضر، 0122 5720 548 أو 0101 30104113. ربنا يرجعهم بالسلامة. عمرو نادي خليفة، يا ريت مرة أخرى: عمرو نادي خليفة وأسماء رجب السيد محمد خضر، ربنا يرجعهم بالسلامة يا رب العالمين. يا رب يا رب، اللهم أمين. في النهاية مشاهدينا الكرام، بقول لكم دي كانت حلقة افتتاحية لبرنامج السهم بعد شهر رمضان المبارك. بنقول يلا بنرفع الهمم، يلا نتعاون، يلا نشتغل. زي ما بقول برنامج السهم برنامج جعلناه للخير، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من فعل الخير يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في الحلقة القادمة وبداية جولتنا في صعيد مصر، وسنرى المفاجآت وسنرى المآسي والهموم والمشاكل وأشياء عديدة ستجد. لا أريد أن أتكلم في الحلقة القادمة، ولكن أنا بقول لحضراتكم احرصوا على مشاهدة برنامج السهم، احرصوا على مشاهدة الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهم الإيمان انطلق، زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق، كان الأمين مسلم وسهم الحق عالكذب والشبوه.